الفقرة 2 من المادة 267 من قانون العقوبات، أو إذا كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه ضغط تسمح الظروف بممارسته، أو إذا ارتكبت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 2 ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد عن 50,000 جنيه. أعمل إيه بقى لو اتعرضت للتحرش؟ بص يا ستي، حضرتك هتحاولي في واقعة التحرش حضرتك تتصلي بالنجدة أو تروحي على اسم الشرطة وتحاولي على قد ما تقدري إن أنت تقبضي على المتحرش ده. وفي حالة إن أنت لو معرفتيش تقبضي عليه، حضرتك تحاولي إن أنت تجيبي اسمه وبياناته وتروحي تعملي فيه محضر، ويكون مع حضرتك شهادة الشهود، أو حضرتك يكون حد مصور فيديو للواقعة اللي تمت التحرش بيه.